السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هنعمل مع بعض بإذن الله كيكة البرتقال بطريقة سهلة جدا وهتطلع حلوة قوي معاكم. وبصوا عالية وما شاء الله يعني جميلة قوي. اتمنى لو الفيديو عجبكم واول فيديو تشوفوا القناة تشتركوا وتفعلوا الجرس ولايكي الفيديو، وتعالوا نشوف الطريقة سوا ازاي. المقادير اللي معايا نفس الكوباية دي مستخدماها في كل حاجة، دي كوباية عادية زي المج العادي. معايا كوباية سكر، كوباية عصير برتقال فريش لسه معصور، ومعايا نص كوباية زيت، ومعايا معلقتين ونص بشر برتقال، معلقتين ونص كبار. يعني هو كل ما بيزيد بيدي طعم، بس ما تزودوهوش ابدا عن 3 معالق عشان ما يمررش. ومعايا بيضتين وفانيليا وبيكنج باودر هضيف معلقة كبيرة، وكوبايتين دقيق من نفس الكوبايه اللي عايرت بيها كل حاجه. دي اسهل كيكه احنا هنعملها في الخلاط، يعني حتى لو ما عندكيش مضرب تقدري تعمليها مفيش اي مشكله. نفس المقادير دي ممكن تعملوا بيها كيكه اللبن، تضيفوا مكان عصير البرتقال كوبايه لبن، ممكن تضيفوا مكان عصير البرتقال نص كوبايه لبن ونص كوبايه زبادي. المقادير دي حلوه جدا وهتنفع معاكم. هضيف بقى المكونات كلها في الخلاط. بسم الله. عصير برتقان حتى لو مش عندك عصاره وعايزه تعمليه في البيت، هتقسمي البرتقان على 2، وهتيجي على ظهر اي مج زي كده، اي كوبايه عاديه، وهتتعصر ويبقى تحتيها طبق، وناخد العصير نفضيه في كوبايه تاني، وهكذا. يعني دول اخدوا 3 برتقانات كبار الكميه دي. هنضيف السكر. بسم الله. يعني مش شرط ان يبقى عندك عصاره برتقان كهرباء او اي عصاره، عادي هتعمليه على ظهر الكوبايه بكل سهوله. وهضيف الزيت. بسم الله. وهضيف البيض. كل المكونات هنضربها مع بعض في الخلاط ما عدا الدقيق طبعا. وهضيف الفانيليا. طبعا عادي ممكن تستعملوا فانيليا باودر المتوفر عندكم، انا عندي سايل فاستعملت سايل. وهضيف بشر البرتقال في الخلاط معاهم. بسم الله. هضربهم في الخلاط وارجع لكم. دلوقتي زي ما احنا شايفين انا ضربت الخليط في الخلاط، ضربته كويس جدا. هضيفه على الدقيق، بس هضيف طبعا الدقيق احنا نخلينه كويس قوي. هضيف للدقيق معلقه كبيره بيكنج باودر. بسم الله. اهم حاجه في دقيق الكيكه بالذات ان احنا نبقى نخلينه. معلقه كده اهو، معلقه كبيره. وهنا هقلبها كويس الاول، وهضيف ذره ملح. ذره خفيفه اقل من ربع معلقه صغنون. هضيف انا معايا هنا الصينيه اللي هضيف عليها المكونات. حطيت فيها معلقه زيت ومعلقه دقيق وبطنتها كويس زي ما احنا شايفين. هضيف بقى الخليط. بسم الله. هقلبه كويس، ولازم نتأكد ان الدقيق داب كويس في المكونات. لو حابين تزودوا الدهون شويه عن كده براحتكم، ممكن تضيفوا معلقه سمن او معلقتين زي ما انتوا حابين، بس هو يعني نص كوبايه زيت بتبقى كفايه قوي. شايفين الخليط قوامه مظبوط جدا. انا ضفت بشر البرتقال في الخلاط علشان يتخلط كويس وعلشان ريحته تطلع اكتر لما بنبقى بشرينه فبيبقى كبير. شايفين
نتاكد ان مفيش اي دقيق لازق في الجناب اهو. ده القوام بتاعه، قوامها مظبوط جدا. الكيكه اصلا بتعرفيها من قبل ما تسويها اذا كانت هتطلع معاكي مظبوطه ولا لا. اساسي فيها القوام بتاعها. بسم الله. هبدا اضيف الخليط. بنوزعه كويس. طبعا مش هنخلي اي بواقي من الخليط. دلوقتي زي ما احنا شايفين انا صبيتها في الصينيه. المقدار ده يتعمل في صينيه 24 او 22، مش اكبر من كده علشان تطلع معاكم عاليه. هدخلها طبعا على فرن درجه حراره 180، وباذن الله يعني هي هتاخد 35 دقيقه، من 35 دقيقه ل 40 حسب درجه الفرن عندكم، وهوريها لكم ان شاء الله بعد ما تخرج. دلوقتي زي ما احنا شايفين هي خرجت من الفرن. هنقلبها مع بعض. طالعه بصوا ما شاء الله عاليه وحلوه جدا ازاي. هنقلبها بسم الله. هنفتحها من جوه ونشوفها سوا. بسم الله. شايفين طالعه حلوه جدا. اتمنى تجربوها بالطريقه دي، هتعجبكم قوي. لو عجبكم الفيديو هستنى تعليقاتكم باذن الله، ولايك وشير. ولو ما اشتركتوش في القناه ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.